اهلا بيكم في ازاي اسافر. عايز تروح اوروبا؟ عايزه تروح اوروبا؟ الحل عندنا. قدمت على الفيزا واترفضت كتير؟ بدأ اعرف. انا عملت الحلقه دي علشان 80% من الناس اللي بيقدموا للشنجن بيحصل لهم ريجكشن، لكن لو الورق كامل ومشيتوا على خطوات الحلقه دي يبقوا قابلوني لو حصل لكم ريجكشن. كده احنا خلصنا. صورة شخصية، خلفية فاتحة، حدود الوش كلها باينة، شعر مش مغطي، لو بنلبس نظارة بلاش نظارة. الباسبور لازم يكون صالح لمدة 3 شهور على الأقل وفي صفحتين فاضيين. كشف حساب على البنك لل6 شهور اللي فاتوا. مش لازم تبقوا مليونيرات علشان تطلعوا كشف الحساب. أهم حاجة في كشف الحساب إن يبقى فيه تعاملات بنكية، فلوس بتتحط وفلوس بتتشال، عشان ما يقولوش إن انتوا استلفتوا الفلوس دي وحطيتوها، طلعتوا كشف الحساب وبعدين رجعتوها. خاله حطهم لي واول ما طلعت الكشف سحب فلوسه في نفس اليوم. واطي قوي. الاتش ار ليتر ده بنروح ناخده من الشركه اللي احنا شغالين فيها، ان احنا شغالين من سنه كذا، يتاكدوا ان انتوا مش جايين تهربوا في بلد، مش هتقطعوا الباسبور، مش هتقول انك سوري. نروح اي شركه تامين محليه جوه مصر ونقول احنا طالعين اوروبا فعايزين تامين صح. لو عمركم ما رحتوا اوروبا قبل كده، شهاده التحركات دي بنطلعها من مجمع التحرير. لو انت بنت بليز ما تروحيش لوحدك، هتبقى اكسبيرينس وحشه قوي. التجربه هتبقى قاسيه شويه بس تستاهل. شهادة الميلاد الرقمية احنا نعمل داونلود للفورم، يبقى موجود على الويب سايت بشكل PDF. بنعمل له برنت ونلزق الصورة على الفورم وبعدين نملى الفورم كله. اهم حاجة ناخد بالنا منها ان التواريخ اللي على الفورم تبقى هي التواريخ اللي موجودة على تذاكر الطيران، على الاكوموديشن، عدد ايام الاجازة، كل الورق يبقى ماشي مع بعضه. الفورم هو اول حاجة هم بيبصوا عليها، لو في غلطة الورق على طول بيحصل له ريجكشن. فما ينفعش يبقى فيه فهلوه في التقديم للشنجن. انا كنت بحط التاتش ونيله ايه؟ تاتش ونيله ايه هتشلني؟ لو متجوزين سمة الجواز تبقى مترجمه، الناس كلها بتخاف ان انت هتبقى حاجز تذاكر طيران واقامه، فبتقولوا لو حصل ريجكشن الفلوس دي كلها هتضيع علينا. ندخل على اي موقع طيران، نحط الاسم وتاريخ السفر وكل حاجه تمام لحد ما نيجي لحته البيمنت. بنعمل باي ليتر. في الحاله دي انت تقدر تعمل برنت للتذكره دي اكنك حاجزها بالظبط. لو ما دفعتوش خلاص التذكره بتروح. وقت ما انا كنت بطلع فيزا الشنجن وعملت كده وكان كله تمام، ما تقلقوش. بندخل مثلا على اي حاجه، خلينا نقول booking.com، وبنختار اكوموديشن فيه فري كانسليشن، ان انا اقدر اكنسل الاقامه بتاعتي من غير ما ادفع ولا مليم. عقد بتاع الفندق اللي انتوا هتعملوا فيه الفرح بتاعكم او المكان اللي هيحصل فيه الفرح بتحل محل قسيمه الجواز. كل الورق اللي بالعربي لازم يحصل له ترجمه في مكان معين هم بيبقوا طالبينه على الويب سايت بتاعهم. لو فكرتوا ان انتوا تترجموا في اي مكتب تاني عشان اسمه مكتب معتمد، الورق هيحصل له ريجكشن. هيدولكوا بس 5 ايام ان انتوا تلحقوا تجيبوا فيهم الورق الناقص ده. لو ما لحقتوش تجيبوه كله بيروح، وبتبداوا من الاول تاني خالص وتاخدوا ميعاد تاني من الاول. طلعوا الفيزا من اكتر دولة هتقعدوا فيه. لو هتقعدوا في الدول قد بعض بالظبط يبقى تطلعوا فيزا لاول دولة انتوا هتدخلوها. ممكن نستخدم حساب البنك بتاع الاب او زوج او زوجة او ام. رب يخلي بابا ويقوي صحته. لازم نقدم قبلها ب 22 يوم وعلى الأكتر 55 يوم. مش كل السفارات بتعمل انترفيو، ساعات بيطلبوكوا الانترفيو لو هم شاكين في حاجة معينة. انا بحب مصر جدا، ليه ما اعرفش؟ انت مش مجهز كلمتين تقولهم ولا ايه؟ الويب سايت VFS Global، يا اما بتتصلوا بيهم وتاخدوا ميعاد في ويب سايت جديد لامم كل الحاجات اللي بالعربي اسمه مشروع سفر بروجكت. ادخلوا على الويب سايت بتاعه واقروا اكتر من عليه. هو انت خدت الفيزا؟ لو الحلقه دي عجبتكم اعملوا سبسكرايب ولايك، وما تنسوش تعملوا تاج لكل اصحابكم اللي عايزين يسافروا اوروبا. مش عايزه رياح خالص على شعري لان دي احدث صيحات الموضه في جيبوتي.